السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست سلاح التلميذ بعد ما كبر. ضيعت وقت كتير ها؟ لا اعترف. يعني خلينا متفقين ان احنا بقالنا اكتر من شهرين واخدين الاجازة وانت عمال تضيع في وقت، وكمان مش عارف تعمل ايه في المتبقي من اجازتك. امم طب ايه؟ نعمل ايه؟ انا اقول لك تعمل ايه. انت بكل بساطة تتفضل معايا بهدوء، تسمع الحلقة بتاعت النهاردة وتشيرها مع كل الطلاب اللي تعرفهم عشان الفايدة تعم، لأن احنا معانا ضيف مهم جدا جدا جدا، ألا وهو باشمهندس يوسف الحلي. باشمهندس يوسف هو خريج قسم الهندسة الطبية بجامعة القاهرة، و Educational Team Leader في اي سكول، وهيكلمنا النهاردة ازاي ممكن نستغل الأجازات أمثل استغلال، وازاي ده ممكن يفرق في حياة الشخص المهنية بشكل غير متوقع. يلا بينا، يلا بينا. ازيك يا باشمهندس؟ الحمد لله بخير، كيف حالك؟ والله زي الفل الحمد لله. يعني انت؟ أنا مبسوط إن أنا معاك النهارده إن شاء الله، وبإذن الله يكون حلقة مفيدة للناس بشكل عام. والله انا اكتر بكتير. طيب خلينا نبدأ في الهندسة إحنا بادئين سخنين على طول على الهندسة الطبية. يعني الtrack أو القسم الخاص بهندسة طبية وهندسة المنظومات بشكل عام في معظم الجامعات المصرية الحكومية اللي هي بالنسبة لنا هتكون القاهرة وحلوان، وأعتقد إن في كمان في المنصورة، وفي بعض الجامعات الحكومية يعني الجامعات الخاصة دلوقتي بقى فيها الprogram ده. هو program بيدمج ما بين 2 tracks مختلفين أوي، اللي هو الهندسة والطب، بحيث إن إحنا عندنا أدوات كتيرة وأجهزة كتيرة، ودلوقتي كمان أنظمة كتيرة software بيستخدمها الدكتور عشان تساعده في العملية بتاعة التشخيص والعلاج كمان. بتاع الهندسة الطبية كان مبني عشان يسد الجزء ده، إن هو يساعد في إن نعمل الأجهزة دي، ونساعد إن إحنا نعمل الأنظمة دي بشكل عام. يمكن هو مش track جديد أو مش قسم جديد أوي زي ما الناس متخيلة، لأ ده موجود من التمانينات تقريبًا في هندسة القاهرة. ويعني ما شاء الله دلوقتي هو دخل في 45 سنة ويمكن أكتر كمان، شغال وبيطلّع ناس ما شاء الله يعني موجودين في كل جامعات العالم. يمكن ده من أكتر الأقسام اللي فيها ناس بتتخرّج وبتسافر في مِنَح وحاجات، وعندنا ناس في ستانفورد، عندنا ناس في هارفارد، عندنا ناس في كل حتة. هي دي الهندسة الطبية، الmix ما بين الهندسة والطب. طيب خلينا نخش في صلب الحلقة. نعمل ايه في الأجازة؟ حسب أنت عملت إيه في الدراسة. يعني لو أنت في الدراسة كنت مقضّيها مذاكرة و وشغل كتير أوي، فأنت أول حاجة هتحتاج تعملها في الأجازة إن أنت تفصل شوية، إن أنت تاخد break. الbreak ده مش معناه إن أنا هنأجّز الجزء ده كلّه، ولكن جزء الbreak ده مطلوب عشان تrecharge أو تشحن نفْسك مرّة تانية، عشان تقدر تكمّل المسيرة بتاعة السنة الجاية. لو إحنا already كنا في الوقت بتاع الدراسة ما كانش الأمور ماشية بأحسن حال، ف وكنا مريّحين فعلًا، ففي الحالة دي لأ، يبقى محتاجين في فترة إجازة إن إحنا نشد حيلنا أكتر بكتير، عشان على قد ما نقدر تكون الأمور متوازنة يعني، نلحق نعوّض اللي فاتنا في الفترة دي، سواء بقى هننزل تدريبات أو هنشتغل على بعض المهارات اللي عندنا، وممكن نبقى نلِسْم بالتفصيل يعني. ولكن في كل الحالات الأجازة أو فترة الصيف دي بيكون دورها الأساسي إن أنا أجهّز نَفْسي للسنة اللي جاية، وأقفّل السنة اللي أنا فيها، يعني أو ممكن بالعكس بقى نقفّل السنة ونجهّز نَفْسنا بعدها. تقفيل السنة بيكون من خلال إن إحنا نضمن إن إحنا خلاص كل الحاجات اللي إحنا كنا حاطينها كأهداف في الدراسة أو في الشغل أو أيًا كان، خلاص وصلنا لها الحمد لله. في حاجة حابين إن إحنا نكمّل عليها، سواء بقى كان عندنا تدريبات صيفية، كان عندنا شغل عايزين ننزله، كان عندنا حاجات حابين نعملها في الbreak. والجانب الآخر بقى نستعد للسنة الجديدة، أشوف أنا السنة الجاية إيه الأهداف بتاعتي، إيه الحاجات اللي أنا عايز أعملها، وأبدأ أحُط لنفسي plan كده، لإن يعني باحب دايمًا الناس تبدأ السنة وهي مجهّزة الأهداف. هل إحنا هنخلّص الأهداف دي كلّها مرّة واحدة؟ الحقيقة إنه لأ، مش شرط خالص، ولكن على الأقل أبقى أنا عارف أنا رايح فين وعايز أعمل إيه. فحتّة الplan دي مهمة جدًا الناس تبدأ تفكّر فيها قبل ما الدراسة تبدأ تكبس وتدوس علينا يعني. طيب هو مش الطبيعي في الأجازة إن أنا بعد ما خلصت دراسة، أنت عارف طبعًا بالذات في كلية عملية زي حاسبات أو غيرها، تبقى مطحون في الدراسة كويزات على تسليمات على مشاريع على كذا حاجة، فبتخرج طلعان عينك، فبتبقى عايز تريّح. ده حقيقي.
تمام، فإيه اللي يخلّيني أفكّر أصلًا في تطوير الذات أو إن أنا أعمل خطة لما بعد؟ أنا أصلًا خارج مش شايف قدّامي يعني بمعنى أصح. متخيّل أيوه. إن معظم الناس بتطلع من الفترة بتاعة الامتحانات دي مطبّقة لفترات طويلة وكان عندها مشاريع وتسليمات كتير أوي، عشان كده كنت بأكد على نقطة إن لو حد كان already باذل المجهودات الكبيرة أوي دي أيام الدراسة، معظم الناس بتعمل كده يعني، إن هو محتاج ياخد break ولكن فترة الصيف هي بالنسبة لطلاب الجامعة خلاص، لإن دي المرحلة اللي أنت بتستعد فيها للشغل، يعني لو إحنا بنتكلم على طلبة مدرسة، فأنا هاقول لك مثلًا طلاب في بعد الدراسة خلاص هو أنت معاك الصيف كله إجازة، اعمل اللي أنت عايزه، العب، نام، روح احضر تمرين، مش عارف اعمل أي حاجة أنت عايزها، مش هتlook forward حتة الdevelopment دي دلوقتي، ليه؟ لإن أنت لسه عندك سنين جاية وأنت لسه مش هتشتغل دلوقتي، ولكن بالنسبة لطلاب الجامعة بالذات لازم يكون بيcare about what's next، لإن أنت كمان سنة، سنتين، 4 بالكتير هتكون في فترة الصيف دي أنت شغّال عادي، يعني أنت ما بتأجّزش، يعني خلاص once إن أنت اتخرّجت من الكلية وبدأت تخُش أنت ما عندكش لا إجازة، السَنة كلّها بالنسبة لك بقت ماشية مع بعضها، هي أنت كل يوم بتروح الشغل أو كل فترة بتروح الشغل وتكمّل شغل، تاخد إجازة يوم، يومين، غير الإجازة بتاعة لو أنت عايز تسافر أو كده. فأنت لازم تستعد للحتّة دي. طَب أستعد لها إزاي؟ إن أنا هابدأ بقى أتعوّد إن لأ، ما فيش حاجة اسمها 3 شهور هاقعد، ده أصلًا مش صح بالنسبة للسِن ده، لإن خلاص إحنا على وشك دخول سوق العمل وعلى وشك إن أنا أبدأ أتعامل مع الحياة حياة الناضجين زي ما بيسموها كده. ليه أسأل أو ليه أخُش على الجزء بتاع الdevelopment وإن أنا أطوّر من نَفْسي؟ لإن ده requirement أساسي ده كده، كده في الجامعة، إن الجامعة بتطلب منّك عدد ساعات تدريب صيفية، تأكد إن أنت الحاجات اللي أنت اتعلّمتها دي هتعرف إن أنت تمارسها على أرض الواقع، سواء مثلًا إن أنت تنزل تدريب هندسة مدني، عمارة، طبية، اتصالات، أيًا كان القسم اللي أنت فيه يعني. والجانب التاني لإن آمم لو أنت فضلت واقف مكانك، يعني دي حاجة باحب أقولها في العصر اللي إحنا فيه ده بالذات، أنت لو واقف مكانك أنت بترجع لورا. يعني إيه؟ يعني عايز أأكد إن الdevelopment مش شرط يكون technical بس، عشان برضه الناس ممكن تفكر إن أنا باقول له اتدرب ال3 شهور، لأ، أنت ممكن تdevelop في حاجات personal عادي. ممكن أصلًا تحضر تدريب أو تمرين أو عرض أو مؤتمر أو أيًا كان حاجة من الحاجات دي، تكون خاصة بيك أنت، بس بتساهم في تطور الشخصية بتاعتك. ده الحاجة الأساسية اللي إحنا لازم نعملها في الصيف، إحنا مش هينفع نفضل قاعدين، لازم نkeep up. أنا خلال الجامعة زي ما قُلنا باعمل مشاريع كتير، باذاكر المواد بتاعتي، في مواد ليها علاقة بمجالي زي مثلًا البرمجة، الهندسة الطبية على سبيل المثال، أنا لو مركّز فيها وباعمل مشاريع بضمير تمام، فأنا كده طوّرت نفسي كtechnical وكnon technical، فإيه الداعي إن أنا أعمل كده في الأجازة؟ ما آخُدها راحة بقى. حلو جدًا. طيب هارجع هنا وأقول لك حاجة مهمة، هو الحاجة اللي أنت عملتها في الدراسة دي، هل أنت عملتها عشان أنت بتعملها بنَفْسك والّا عشان ده كان متطلب من متطلبات؟ هتفرق في إيه لو أنا باعملها بضمير؟ لأ، ما مش فارق معايا الضمير، بس أنا أقصد ده متطلب أنت هتعمله وغيرك هيعمله وكل الناس اللي معاك في الجامعة هيعملوه، سواء مين عملها بضمير أو غير دي حاجة بس قصدي إن ده حاجة بمعنى نفس يعني نفس الناس اللي خارجة من الجامعة كلّهم عندهم نفس الحاجة. تمام، فأنا هنا مش هاقدر أفرّق ما بين الشخص ده وأي شخص تاني، لإن في الآخر لو إحنا بنتكلم على CV هاقدر نقول إن كل الناس دي كاتبة الproject ده عندها في الCV مع الاختلافات البسيطة. حقيقة الأمر هو ده تطوّر، بس ده تطوّر جماعي، ده ما بيساهمش في التطوّر الفردي بتاع الشخص ده، لإن لو إحنا بنتكلم من وجهة نظر بقى مثلًا بعد كده HR أو recruiter، هو الناس دي كلّها بالنسبة له مثلًا سيفيهات. فكل الناس دي مكتوب إن هم خرّيجي جامعة القاهرة قسم هندسة طبية، عندي 100 واحد خريجين نفس القسم بنفس الqualifications بنفس كل حاجة، الحاجة الوحيدة اللي بتفرق بين الشخص والتاني هي المهارات الشخصية اللي عنده، ده في المرحلة المتقدمة، ولكن في المرحلة الأساسية أنت ورّيني أنت عملت إيه مختلف عن الباقي. لو كل الناس دي نزلت تدريب مثلًا في أوراسكوم، إحنا بنتكلم حاجة مدني مثلًا، فكده ما فيش فرق كل الناس دي هي نفس الحاجة، زي ما كانوا بيعملوا كده في الفيلم يقول له إيه ده في ناس كتير أوي زيي، ما هي دي الحقيقة، في ناس كتير أوي زينا، فإحنا هدفنا في الفترة بتاعة الصيف زي ما قُلت لازم نبريك، ولكن في نفس الوقت يبقى في الpersonal differences اللي ما بين الشخص والتاني، هي دي اللي بتتطور في النقطة دي، لأن في الفترة بتاعة الصيف ما حدش بيجبرك، يعني أنت ما فيش حد قاعد على دماغك بيقول لك اعمل كذا، أنت تعمل الproject ده، أنت هتعمل كذا، لأ it's up to you، فأنت اللي بتحدد مستوى اختلافك عن الباقي، عن طريق الحاجات اللي أنت بتعملها. جميل جدًا. طيب دلوقتي أنت ذكرت حاجات كتير أوي ممكن تتعمل في الأجازة، سواء بقى تدريبات، كورسات، نوع من تطوير الذات، في رأيك مين ليه الأولوية؟ والله الأولوية بتبقى حسب كل case ما فيش حاجة ثابتة في المطلق كده، لإن على سبيل المثال في ناس بيكون أولويتها إن هي تخلّص المواد اللي عليها، في حالة الناس اللي شغالة بنظام الcredit مثلًا عايز تخلّص المواد اللي عليها، فهو أولويته في الصيف إن هو ياخد أو extra hours ساعات جديدة بيضيفها وبيذاكر من خلالها، فده بالنسبة له ده أولوية.
على الجانب التاني الناس اللي بتتخرّج عندها أولوية أكبر إن هي محتاجة تروح تتدرّب في شركات وتحاول على قد ما تقدر ييجي لها عقود internships في الشركات دي عشان على أمل إن هي لمّا تتخرّج من الجامعة خالص في ناس تانية كانت لاحظت مثلًا في خلال فترة الدراسة إن هي عندها قصور في بعض المهارات الشخصية زي مثلًا الpresentations الcommunication problem solving أيًا كان بقى، فإن هو يحل ده قبل بداية السنة الجديدة، فما أقدرش أقول إن في أولوية واحدة، ولكن هي تعتمد على كل حالة على حدة، لإن التعميم في المطلق مش بيكون أصح حاجة، فإحنا هنشوف كل واحد ناقصه إيه، وإيه الحاجة اللي فعلًا هي critical بالنسبة له وهنبدأ نشتغل عليها، خلصناها نخش على الpriority أو الأولوية اللي بعدها وهكذا لحد ما إيه، على قد ما نقدر نخلّص الplan تمام. لإن إحنا بنبقى خارجين من الدراسة، بنحط خطط عظيمة جدًا في الأجازة، وبعد أسبوعين بنهنِّج وبنفقد كل ذرة حماس جوانا، فإيه السبب في كده، وإزاي نحافظ على الاستمرارية circular مثلًا إن هي بتقعد تتكرر مرة و2 و3 iterations ورا بعض لحد ما نوصل للهدف، أو في الحالة التانية إن هي بتكون شكل مش منتظم أصلًا، إحنا عمالين نطلع وننزل ونرجع ونروح ونعمل حاجات كتيرة لحد ما نوصل للهدف النهائي بتاعنا إن شاء الله. فحتة الانتكاسة أو إن الواحد يُقع ويحس إن هو ده إيه ده أنا حطيت حاجات كتير أوي عليَّ، ده طبيعي، ما فيش حد ما بيحصلوش ده. يعني لو حسيت إن هو إيه ده واحد صاحبي عمل كل الخطوات دي وخلّص والtraining وكل حاجة وعمل كل حاجة مضبوط وأنا لسه في الأول، ما هو الفكرة إن هو وقع برضه زي ما أنت وقعت، ولكن الفرق الوحيد إن هو بعد ما وقع قال خلاص ماشي وقعت، تعبت شوية خلاص قوم كمّل والحياة وهتمشي عادي يعني، عادي. you can readjust أو تعيد تضبيط مش available تاخد break في بعض الأحيان فكل واحد ليه الطريقة بتاعته، لكن الحاجة الأساسية الmotivation الأساسي اللي كل الناس لازم تبقى عارفاه هو الend goal بتاعي والend result. إيه الهدف اللي أنا لمّا أوصل له، كل الحاجات اللي فاتت دي هتهون، لإن لو أنا بادئ وأنا شايف الحاجة اللي أنا عايز أوصل لها قدّامي، حتى لو وقعت هي still قدّامي، حتى لو رجعت خطوات لورا هي still قدّامي، فأنا دايمًا رايح لها، هو ده الmotivation بتاعي، ويمكن الطلبة بتوع هندسة بالذات هو الmotivation الأساسي بتاعهم إن هو خلاص عايز يتخرّج من الكلية عشان يبدأ بقى يجرّب حياة مختلفة، لإن هو بقى له كتير أوي في الzone بتاع المذاكرة أو المشاريع والحاجات دي، وإحنا بنقعد فيها كتير أوي أيام الكلية ده حقيقي، وحتى في ناس من قبل كده في ثانوي وهكذا، فأنا عايز experience حاجة مختلفة وأجرّب حاجة مختلفة سواء بقى إيه، في بيئة العمل أو في مثلًا عايز أسافر أكمّل دراسة برّه، ففي أهداف كتيرة أوي، خلّي دي قدّامك عشان تعرف تmotivate yourself أو تحمّس نفسك. عايز شرح أكتر للجزء بتاع الnon linear، يعني ليه حلو، الموضوع ما بيمشيش سالك، اللي هو أنا في كورس معين لو خلّصته وتدريب معين لو خدته أنا كده تعالَ نقول أول سبب منطقي إن هي العملية مش linear إن هي لو كانت linear كان أي حد مشي في الprocess وصل. وده مش بيحصل، يعني مش أي حد بيبدأ course بتلاقيه خلّصه، ليه؟ تعالَ نجرّب كده افتح أي playlist على اليوتيوب، أي course أنت عايزه، وبُص على مثلًا الناس اللي بدأت الcourse والناس اللي خلصته، هتلاقي مثلًا أول فيديو مليون واحد اتفرّجوا، تاني فيديو بقوا 900، 800، 700 لحد ما تلاقي في الآخر اللي خلّص الcourse أصلًا 2000 واحد والّا حاجة. فالعملية مش linear لإن مش كل الناس ثانيًا الجزء الخاص بالnonlinearity ده بيتضح في إيه، إن في خطوات معيّنة أنت هتوصل عندها وهتstuck إحنا عارفين إن إحنا هنقف هنا، فمش منطقي إن أنا أقول لك بعد الخطوة دي هتنتقل للخطوة الخامسة، طب افرض أنا وقفت هنا هاعمل إيه؟ هل ألغي وارجع أعيد من الأول؟ لأ، ممكن ترجع 2 steps back وتعيد التفكير فيهم تاني وبعد كده تبدأ تطلع عشان تتحرك لقدّام، فطبيعي إن دايمًا بيكون في steps back عشان نreconsider أو نعيد تقييم الأمور نreevaluate الأمور وبعد كده هنتحرك. فالمثال على كده يمكن الناس بقى بتوع السوفت وير هيبقوا عارفين الأمثلة دي، السوفت وير development life cycle دورة حياة أي برنامج أو أي حاجة بنطورها، ودي بيعتمد على أي حاجة عامةً مش شرط برضه السوفت وير بس، إن هي بتبدأ مثلًا بإيه، بمراحل مختلفة زي إن أنا هابدأ إن أنا أطلّع الidea أعمل ideation خلاص جِبت فكرة أو جِبت plan ماشي، plan في دماغي كده، خلاص، بعد كده هابدأ إن أنا design الموضوع ده، بعد الdesign هابدأ إن أنا أimplement أو أطبّق الكلام ده. بعد الimplementation في مرحلة تانية اسمها testing تمام، يعني أنا جرّبت وبدأت أطبّق، في مرحلة باجرّب فيها، يعني بدأت أجرّب بإيدي، في مرحلة تانية باتست الحاجة اللي أنا عملتها دي، طب لو صح عادي ممكن ننتقل للجزء اللي بعده، طب لو غلط لأ ارجع بقى implement مرّة تانية وتعالَ نتست، ونفضل في الcycle دي نلِف لنا مثلًا 3، 4، 5 مرات حسب كل واحد والحاجة اللي بيعملها، لحد ما توصل لمرحلة إن أنت راضي عن المنتج ده، فساعتها تنتقل لإيه، للمرحلة اللي بعد كده إن أنت إيه، ترفع بقى الكود وحتى لمّا توصل هنا هو أنت ما خلّصتش مهمتك هل أي حد رفع برنامج أو لعبة مثلًا على جوجل app store أو play store أو أيًا كان، خلاص هو خلاص لأ، ما هو كل شوية هتلاقي في update
أنت هتقعد تلف في الcycle دي مرة و2 و3 و4 بعد حتى ما تpublish. فالplanning نفس الفكرة. أنا ما ينفعش أقول إن أنت هتاخد الخطوة الأولى، وبعد كده التانية، بعد كده التالتة، الرابعة، الخامسة وتوصل. لو حد باع لك الplan إن هي كده، اعرف إن في حاجة غلط أو إن هو بيضحك عليك. لأ، أنا ممكن أقول لك إن هنعمل الplan بتاعتنا فيها 7 أجزاء رئيسية، تمام، أو 5 أجزاء رئيسية للتسهيل. تمام. بس كل جزء أنا هاقدر أقول لك الestimation بتاعه قد إيه، ولكن خلّيك مُدرك إن إحنا ممكن نوصل للجزء التالت ونضطر نرجع تاني للجزء التاني عشان نعدّل فيه وبعد كده ننتقل للتالت تاني، نقعد نلِف. ده طبيعي، ما فيهوش أي مشكلة. وطبيعي كمان إن أنت ممكن توصل لآخر خطوة خالص وبعد كده ترجع تعيد تاني من الأول. ده بيكون في بعض الأحيان disappointing، بس في نفس الوقت بيدّيك challenge مختلف، وبيدّيك على فكرة بيأثّر عليك الطريق، إن أنت كل لفة بتيجي تلفّها بيبقى عندك الخبرات اللي قبلها بتساعدك إن أنت بتعدّي بكل المراحل دي. طيب إيه المؤشر اللي بتقارن على أساسه اهم. إذا كنت أنت ماشي صح والّا لأ؟ بدل ما توصل لآخر نقطة زي ما أنت بتقول لي وتكتشف إن أنت كنت غلط، هتُحبط وممكن ما تقدرش تعيد الموضوع من أوله. هاعيد كل حاجة من الأول، لأ أنا بس هارجع للنقطة الأولانية هاعدّل حاجة وأكمّل تاني. فده بس توضيحًا للنقطة دي. بالنسبة للoverall أو المؤشرات اللي أنا باعملها، فطبيعي إن أي هدف بنحطه في strategies كتيرة عامةً لموضوع الأهداف ده، منهم واحدة من أشهرهم وأظن كانت بتدرس ما أعرفش لسه بتدرسها والّا لأ، هي فكرة الsmart goals إن أنت تحط أهداف، الأهداف دي لازم تبقى فيها 5 features إن هي تكون specific محددة، يعني ما تقولش أنا عايز مثلًا أنجح وخلاص، لأ، ما أنت برضه لازم تحدد النجاح عايز تجيب 50% والّا 70 والّا 80 والّا 90 والّا 100 ما كل ده نجاح. لازم تكون مثلًا بعد كده الM for measurable قابلة للقياس، يعني أنا عايز أقول أنا عايز أبقى غني مثلًا أنت عايز تبقى غني كام؟ هل عايز تبقى غني معاك مليون جنيه والّا ده مش غني بالنسبة لك؟ عايز تبقى غني معاك $1,000,000 والّا ده مش غني أو مثلًا إن أنا عايز أجيب درجة معينة في امتحان IELTS أو TOEFL، ما ينفعش أقول إن أنا عايز أنجح، لأ أنا عايز أجيب 7، فلو جبت 7 يبقى أنا كده حققت الهدف 100%، لو جبت 6 يبقى أنا قريب من الهدف بس ما حققتوش. تمام؟ في بعد كده اللي هي حتّة الattainability أو إن هو attainable أو achievable ينفع أحققه، ما احطش أهداف عشوائية، يعني ما ينفعش أقول إن أنا الصيف ده عايز أتدرّب في 10 شركات، هو الصيف كلّه 3 شهور هتتدرّب في 10 شركات إزاي؟ إلا لو أنت جيت عليهم كلّهم بقى وما كده مش هتبقى استفدت أي حاجة يعني. بعد كده عندنا الجزء بتاع الR واللي هو relatable يبقى حاجة ليها علاقة اللي أنت بتعمله، ما ينفعش أحط هدف out of nowhere وtime bounded هي ليها مدى معيّن، ده كده بالنسبة للأهداف اللي أنا باحطها، فما دام أنا ال5 حاجات دي قدّامي، فأنا هاقدر في أي وقت من مرحلة من مراحل الهدف اللي أنا عايز أوصل له ده، هاعرف أنا أقيّم أنا وصلت لكام في المِيّة. تعالَ ناخد example مثلًا، أنا قُلت إن أنا عايز مثلًا في الصيف ده أتعلّم مثلًا لو أنا لسه في إعدادي هندسة وعايز أبدأ أتعلّم حاجات في الprogramming advanced مثلًا أو أتعلّم basics of AI كexample. طب ده هدف عام أوي، تعالَ نحطه بالتفصيل، أنا عايز أخلّص كورس معيّن والكورس ده كده هدف specific. لازم أجيب فيه عشان أنجح أجيب فيه فوق ال85% في الامتحان بتاعه، ولازم يكون attainable لإن هو ده كورس تبع الدراسة بتاعتي أو أنا محتاجه، وrelatable لإن هو في الtrack ده. time bounded باقول أنا عايز أخلّص الكورس ده في شهرين قبل بداية الدراسة، كده أنا معايا الهدف. في أي مرحلة من المراحل بتاعتي هاقدر أقول والله أنا دلوقتي خلّصت تقريبًا 50% من الكورس في أسبوعين، فأنا لسه معايا آآ 6 أسابيع عشان أخلّص ال50% الباقية وأمتحن، فكده أنا معناها إن أنا ahead أنا أقدر أقول إن أنا جايب مثلًا 60% من المشروع أو 50% من المشروع، جميل. وبعد كده أبدأ أقيس بقى واحدة، واحدة لحد ما أوصل، لو جيت في الآخر اكتشفت إن أنا دخلت الامتحان وما جبتش الدرجة المطلوبة، فكده معناها إن أنا عملت كل المتطلبات بس وقفت على الامتحان، ففي النقطة هنا مش محتاج أعيد الكورس من الأول، أنا بس محتاج إن أنا آخد الامتحان مرّة تانية، حسب بقى كل كورس والتاني، وبعد كده إيه، أبدأ إن أنا أcheck لو عدّيت ال85 وخدت الcertificate جميل. يعني أو أنا كنت جاي وكنت حاسس إن أنا هاستفيد، بس أنا actually ما باستفدش والناس بتضيّع وقت أكتر من إن هي بتستفيد، في الحالة اللي زي كده هاقول لك إن النشاط ده بيضيّع وقتك ما تكمّلش فيه 100% تمام، ولكن تمام. لو في نشاط تاني أنا بابذل فيه مجهود وأنا بالتزم فيه باتعلّم فيه حاجة جديدة وباطلّع product أو باعمل حاجة مختلفة، زي مثلًا الأنشطة الخاصة موجود في مكان بيدّي courses معيّنة أو باستفيد منه بشكل أو بآخر،
أو إن أنا باعمل نشاط مختلف إن هي بنخش مسابقات أو بنخش آآ different competitions، بنخش حاجات عالمية وحاجات في مصر، الracing teams اللي موجودة في الكلية اللي هي بتعمل عربيات وبتعمل حاجات مختلفة، أو المجتمعات الطلابية زي IEEE وEMPS والحاجات دي كلها. فدي لو أنا فعلًا باتعلم منها وهي بتفيد لخبراتي، فلأ دي مهمة جدًا. وأقدر أقول لك إن لو إحنا بنتكلم بشكل general من برّه، إن الأنشطة الطلابية مفيدة والّا لأ، هي مفيدة 100%، ولكن هي مفيدة كفكرة، أسلوب التنفيذ هو اللي بيختلف بقى. لو إحنا بننفذها صح كمّل، وأقول لك ممكن تخش في نشاط و2 كمان لو عايز، ما دام ما بيجيش على وقتك الأساسي أو وقت الدراسة والكلام ده كله. لإن هو بينمّي مهاراتك سواء مثلًا في التعامل مع الناس، مهاراتك التقنية لو أنت بتشتغل في حاجة technical، بيبقى بيبني لك connections لازم يبقى عندك قاعدة كده كبيرة من الناس اللي أنت عارفها في مجالات مختلفة، بحيث إن أنت لو احتجت أي حاجة في أي وقت تقدر توصل لهم. وكمان بيبقى في events موجودة فيها بتبقى big scale، بيبقى فيها شركات كبيرة بتيجي للتدريب، أسامي كبيرة بتدّي محاضرات أو حاجات زي كده. فلو أنت في هذا الzone من الstudent activities، لأ هي مفيدة جدًا، وبيتسأل عليها في بعض الأحيان، لإن هي indicate هل الشخص اللي موجود ده كان بيقضي كل فترة الدراسة بتاعته في إن هو يحصّل التحصيل العلمي ويقعد يذاكر بس، والّا لأ كان بيحصّل العلمي برضه وده أساسي أكيد مش هنهمله، ولكن في نفس الوقت كان بيدوّر على جانب تاني وهو الجانب الpersonal أو الsoft skills بتاعته. الدراسة في مصر بشكل عام مش بتركّز أوي على الحتّة الsoft skills دي غير في بعض الأمور البسيطة يعني، فبنضطر إن إحنا نتحصّل عليها من مكان تاني زي الأنشطة الطلابية، الinternships أو التدريبات اللي بتبقى في الشركات. تمام جدًا. بمناسبة نعمل كذا حاجة في الأجازة من تدريبات وكورسات وما إلى آخره، في 70% من الدفعات الجديدة اهم. بقت تنزل شغل جنب الكلية مضطرة بسبب صعوبة الظروف، فبيكون صعب جدًا جنب الشغل إن أنت تطوّر ذاتك أو تنزل تدريبات. يعني رأيك إيه في حاجة زي كده أو إيه المقترح اللي ممكن يمشوا عليه مثلًا بحيث إن هم يوازنوا بين الاتنين؟ أوكي. بسبب آخر أنا عايز أطوّر نفسي مثلًا socially. تمام. هل أنا محتاج آخُد training مثلًا في الsoft skills بشكل عام والpresentation والcommunication والحاجات دي، والّا أنا ممكن أتحصّل عليها من الشغل ده حتى لو أنا شغّال مثلًا في محل هو ما لوش علاقة بالهندسة، بس أنا شغّال في محل وبابيع. طب ما أنا لو بابيع حاجة في محل، ما أنا أقدر أتحصّل على الحاجات دي، باقدر أمارس الcommunication skills، باقدر أمارس الpresentation حتى لو بطريقة مختلفة عن اللي أنا متعوّد عنها، بس الskill نفسها كمهارة أقدر أجرّبها. فالحاجات دي أنا ممكن أتحصّل، فأنا هاخُد المفيد منها كمان، يبقى كده مش بس أنا مُجبر إن أنا أشتغل، لأ أنا هاحاول على قد ما أقدر أستفيد منّه بقدر الإمكان. بالنسبة للجزء بتاع التدريبات، ده للأسف شرط أساسي لازم نعمله كده في الجامعة، على قد ما نقدر للناس برضه كده، أكيد الموضوع ده بيبقى على مدى ال4 سنين، يعني أنا باقدر إن أنا آخُد التدريبات على مدى ال4 سنين. فعلى قد ما نقدر نحاول نستقطع جزء من الأجازة، لو نقدر إن إحنا فيه يبقى مثلًا الشغل بالليل والتدريب الصبح، أو لو أقدر آخُد أسبوعين أجازة من الشغل عشان أقدر أنزل التدريبات بتاعتي، ده هيكون مفيد جدًا. ليه؟ لإن أنا مضطر أشتغل دلوقتي في الشغل ده لإن الظروف مثلًا بالنسبة لي صعبة، ولكن أنا هدفي الأكبر إن أنا لمّا أتخرّج من الكلية أشتغل باسمي مهندس أو دكتور أو في تجارة أو أيًا كان، أقدر إن أنا أشتغل بالشغلانة اللي أنا اتعلمتها. فلو أنا أهملت ده خالص، أنا هابقى يعني باجبر نفسي إن أنا حتى بعد الكلية هافضل في نفس المكان، وده مش صح. لأ أنا عايز أستفيد، ففي الحالة دي التدريبات مهمة وأساسية، بس إحنا معانا range كبير أوي نقدر نشتغل فيه اللي هو ال4 سنوات بتاعة الدراسة بشكل أساسي، أو الأقسام في كلية هندسة يعني، فبيبقى معايا وقت إن أنا أعمل ده. فلو أنا مضطر هابقى مضطر سنة، 2، 3 حتى لو كده، هاقدر إن أنا آخد جزء من إن أنا آخد break أو حاجة أقدر أخلّص فيه التدريبات دي. لو ينضم لcommunity ليها علاقة بالtrack بتاعه يعني we don't miss الجزء الأساسي من التدريب. هو التدريب غرضه إن هو يدّي لك محاكاة للreal life، آآ أو الحياة الواقعية في الشغل عاملة إزاي، في المجال اللي أنت عايزه. يعني هنعمل إيه لو أنا مثلًا في اتصالات رايح أتدرّب تبع الtrack المدني أو الميكانيكا؟ لأ أكيد مش منطقي. فالصح إن إحنا نختار training في الdomain أو الحاجة اللي إحنا عايزينها. already ده مش متوفّر، خلاص أنا مش هاخده من التدريبات السنة دي، ممكن يكون أنا ما جاليش حظ إن أنا أنزل تدريب السنة دي في المجال اللي أنا عايزه، خلاص يبقى أنا خلال الفترة دي لو أنا مش هانزل تدريبات، عادي هاطوّر من نفسي في نفس المجال أو الdomain اللي أنا عايز أشتغله. فlet's say في حاسبات، فأنا معايا فترة الصيف لو أنا مش هالحق آخد فيها تدريبات، أخش بقى أعمل projects مختلفة، آخد courses معيّنة، بحيث إن أنا السنة الجاية لمّا آجي أقدّم على أي تدريب أبقى أنا ضامن إن أنا كبير، بحيث إن لو أي تدريب أو أي شركة لو قدّمت عليها تقول لي شكله شخص شاطر هاته ندخّله معانا. فلأ عادي ممكن نinvest أكتر في الهدف. ونرجع تاني ونقول إحنا بنحط goals، تمام، وبعد كده بنحط الmethods بتاعتها. يعني أنا الهدف إن أنا أتطوّر في المجال، طب التطوير ده بييجي إزاي؟
ييجي بالتدريب دي method، ييجي بالcourses دي method، ييجي بالworkshops دي method. فأنا باحط الmethod بعد ما أحط الgoals، مش إن أنا أحط الmethod الأول بعد كده أشوف إيه الgoals اللي هتتماشى معاها. الأنشطة أو المنح أو التدريبات حتى الموضوع بقى يتعمل فيها كbusiness بتطلب فلوس كتير جدًا عشان تقدر تشارك معاهم، وأنا واحد مثلًا معييش فلوس، اهم. فأتحرم من تطوير الذات؟ لأ أكيد طبعًا. الحاجات اللي بتطلب فلوس دي ممكن تكون برضه حسب كل track والتاني. في حاجات ممكن تكون فيها فايدة علمية كبيرة، فهُم جايبين ناس خُبرا، فالناس الخُبرا دول بياخدوا فلوس، ده متاح. ولكن ده لا يعني إن كُلّه بيبقى بالmodel ده، بالعكس هو الطبيعي أصلًا في التدريبات، مش أنا ما باتكلمش على ال الحاجات العلمية الworkshops والكلام ده، لأ دي من الحاجات حاطة متطلبات معيّنة للinterns إن هُم هييجوا يساهموا في الproduction، يساهموا في الإنتاج على طول. في الحالة اللي زي كده غالبًا بيكون الشركات دي حاطة زي range للمرتب مثلًا، هو بيقول لك إن الinternship دي بX. X ده ممكن يكون بيعوّض مثلًا مواصلات، بيعوّض مواصلات وقعدتك في المكان، ممكن يكون هو مرتب أصلًا هم حاطينه، فبيبقى فيها options يعني. فالطبيعي إن هي يا إما unpaid يا إما partially paid، أو يعني بتبقى مدفوعة بجزء من المرتب بتاعها. لكن فكرة إن هي تبقى اللي بادفع فلوس، لو هي مش حاجة أنا هاتحصّل منها على حلو جدًا. في مشكلة مشهورة أنت ممكن تحسّها غريبة شوية، بس أنا أعرف ناس شخصيًا عندها المشكلة دي، بتبقى ناس عندها potential عالي جدًا ومهارات عالية جدًا، بس مانعها الوحيد في أي حاجة مفيدة هي الخوف من الرفض. هو خايف إنه يقدّم في حاجة فيترفض، خايف يدخل تدريب، نشاط طلابي، خايف يخش community فيحس إن هم رافضينه بأي شكل من الأشكال. إزاي نواجه نوع زي ده من الخوف؟ دي نقطة مهمة أوي. يعني في الوقت اللي إحنا فيه بنسجّل فيه الحلقة، في trend منتشر في السوشيال ميديا عامةً، اللي هو بتاع rejection therapy، مش عارف أنت برضه شُفته والّا لأ. آه. في ولد بيgo through كده بيعمل experiments غريبة، أو مش غريبة يعني مختلفة، إن هو بيسأل الناس على حاجات عشان يقولوا له لأ. و وفكرة الrejection therapy دي مهمة أوي، لإن ما فيش حد في كل تاريخه مش هيترفض. وهنا باتكلم على أي نوع من أنواع الرفض، رفض في الشغل، سفر، رفض في الدراسة، رفض في حاجات كتيرة أوي. فلازم نبقى إحنا مُهيئين إن إحنا نتعامل مع الرفض ده. وطبيعي جدًا إن أنا أترفض في الأول على الأقل أكتر من إن أنا أتقبل. يعني عادي إن أنا هاقدّم في 20 شركة، لو 19 رفضوني وواحدة قبلتني تمام، أنا not in the bad side، إحنا كده في حتّة كويسة مش وحشة. بل لو ال20 كلّهم رفضوني، هاقول تمام وأبُص عليهم أنا اترفضت ليه في ال20. لإن الرفض هو جزء من الprocess، جزء من العملية. ما ينفعش إن أنا أبقى داخل على إن أنا هاتقبل بس، ما هو ده مش حقيقي. لأسباب كتيرة، منها إن أنت مثلًا لو إحنا في شركة ففي 50 واحد مقدّمين، لو في واحد بس يعني الposition ده لمكان واحد، لو في واحد بس أشطر منّي ما أنا هاترفض. هل ده معناه إن أنا شخص سيء؟ لأ، بس هو في حد كان أشطر ودخل معايا. فالرفض شيء طبيعي، لازم إحنا دايمًا متقنين الموضوع ده، وبنجرّبه. يعني في بعض الأقسام بيجرّبوا الموضوع ده، في إن هُم بيرفضوا المشاريع على طول من غير ما يفكّروا، ويخلّوك تروح تعدّل وترجع تاني. في ناس بتعملها من باب الرخامة، وفي ناس بتعملها من باب الmethodology، إن هو لأ، هو فعلًا عايز يدرّبك على الحتّة دي. لإن أنت أمّا تنزل سوق العمل بجد، هو أنت عادي جدًا إن أنت تقعد تبذل مجهود كبير جدًا في مشروع، وفجأة المشروع ممكن يُقف أو يترفض لأسباب كتيرة. ممكن تكون الأسباب دي برّه إيدك، يعني هو المشروع حلو جدًا وكُلّه تمام، بس الfinancials، الأمور المادية مش مناسبة مع الشركة اللي أنت رايح لها. أو option تاني لأ، يكون في مشكلة في المشروع بتاعك فعلًا، وأنت مش عامله بأحسن شكل ممكن، رغم إن أنت فاكر إن أنت عامل مجهود كبير. الرفض ده هو جزء من الprocess لازم أتعامل معاه. هاتعامل معاه إزاي؟ إن أنا هارمي نفسي، يعني لازم أرمي نفسي في وسط النار دي كلّها، وإن أنا عادي يعني لو اترفضت مرّة أخُش المرّة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها عادي جدًا، لإن ده حاجة هتحصل لي بدل المرّة مليون بعد كده. ليه هارمي نفسي؟ ما يعني مش من باب أولى إن أنا أخلّيه في الsafe side ما أقدّمش أصلًا في حاجة أقفل الباب على نفسي مثلًا، أقعد أتعلّم وأعمل مشاريع بس في نفس الوقت ما اتعاملش مع حد منعًا إن أنا أتعرّض للرفض؟ لإن إحنا لو حطينا نفسنا في الzone دي، فإحنا مش هنقدّم أصلًا. يعني أنا ممكن أفضل طول الوقت قاعد باحضّر نفسي إن أنا أبقى أحسن engineer في الدنيا، تمام. ولكن أنا مش هابقى أحسن engineer في الدنيا من غير ما أخُش وسط الengineers وأعرف بيعملوا إيه. ما فيش حد بيطلع من الكلية أو بيطلع من المذاكرة النظري بس إن هو يبقى أحسن حد في الدنيا، تمام. لأ، أنا لازم أنزل على الجانب العملي، لإن في الآخر الحياة كلّها practical. إحنا النظري ده بناخده بس عشان هيساعدنا قدّام. فأنا لو قعدت أبني في المشاريع في البيت، وقعدت إن أنا أشتغل، وقعدت إن أنا أعمل كل ده، ممكن بعد ما أخلّص كل ده أكتشف إن المشكلة أصلًا ما كانتش في الtechnical. يعني الrejection اللي كان بييجي لي ده ما كانش في الtechnical، كان في حاجة تانية.
وأنا عمري ما كنت هاعرف إن أنا عندي مشكلة مثلًا في الكلام غير لمّا أقعد في interview وأتكلم. يعني أنا ممكن أقعد سنين كتير بابني لنفسي portfolio أحسن حد technical في الدنيا عادي جدًا. ولكن الشركة مش تتعيّنني بس عشان أنا باعرف أعمل web site أو أنا باعرف أعمل program بشكل كويس، لأ هو محتاجين حاجات تانية، محتاجين أنت تعرض الproject ده، فأنا يعني هاعمل إيه بشخص ممكن يكون مخلّص كل حاجة، ولمّا جيت أسأله طب دي بتعمل إيه؟ علّق، فهو مش هيكتشف دي غير لمّا ينزل، فلازم ينزل ويجرّب ويعرف العيوب فين، وبعد كده يبدأ يطوّرها. طيب معلش هو إيه المشكلة في كده؟ ما هم يهمهم الproduct في الآخر، تفرق في إيه بقى باعرف أعمل أوكي، الكلام ده كان ينفع جدًا لو كنت باكلمك في مثلًا ما قبل التسعينات والكلام ده، لأن هو كان ساعتها الموضوع بسيط جدًا، إحنا مش بنتواصل مع حد، أنت بتروح المكتب تعمل شغلك، تخلّصه وتمشي، تمام؟ تمام، لكن على أرض الواقع دلوقتي، هو أنت عشان كengineer أو كحتى أي مجال، هو أنت الطبيعي دلوقتي إن أنت بيبقى ليك جزء من المسؤولية في الproduct اللي أنت بتطلّعه ده، المسؤولية دي وعلى يعني إحنا بنتكلم engineers بالذات بقى المسؤولية دي بتتضمن حاجات كتير أوي، أنت لازم أنت اللي بتتواصل مثلًا مع يا إما تتواصل مع الmanager اللي فوقيك وبتوصّل له التفاصيل كلّها، يا إما ممكن تكون أصلًا level أعلى وبتتواصل مع الstakeholders بشكل أساسي اللي هم المسؤولين عن المشروع، فأنت دورك مش مجرّد إن أنت جاي تبني وتمشي أو جاي تكتب وتمشي، لأ هو أنت ليك دور كبير في العملية الإدارية نفسها. أنت ممكن تكون بتتكلم مع العمال لو أنت في مبنى، بتتكلم مع الteam بتاعك لو أنت بتlead team في شركة معينة، بتتكلم مع الشخص اللي جاي لك عايز البرنامج ده، لو أنت حتى بتfreelance أنت بتقعد مع الشخص اللي أنت مدّي لك الjob بتاعة الfreelance online وتفهم منه الrequirements إيه، فأنت بشكل أو بآخر في المجتمع الحالي ده هو أنت مش بتعمل شغلك بس، هو أنت بتexpress الشغل ده، وفي نفس الوقت بيبقى دورك إن أنت تعمل الiterations المختلفة للproduct ده، فلو أنا جيت رميت البرنامج ومشيت مع كامل احترامي أنا ممكن دلوقتي أخلّي الAI يعمل ده يعني الAI كtool هي ممكن تساعدني جدًا في حتّة الtechnicality دي، بس still لسه شوية على الAI على ما يوصل إن هو يبقى هو اللي بيعمل الhuman في interaction بين الhumans اللي هو يpitch المشروع ويجاوب على الأسئلة اللي أنا عايزها، وكمان إن هو إيه، يبقى فاهم الجزء ال الemotional في الموضوع، اللي هو إزاي تعبّر عن الحاجة دي. هل هو يقدر يعملها؟ آه، بس لسه شوية عليه يعني. فالحتّة دي أساسية جدًا إن أنا أبقى عارف إيه العيوب اللي عندي سواء في الحتّة الtechnical أو الnon technical وخلّي بالنا برضه إن الحتّة الnon technical دي ده اللي قدّام بقى للناس إن شاء الله قدّام شوية، كل ما الدور بتاعك وعدد السنين بتاعتك الخبرة بتزيد، كل ما الnon technical والsoft skills بتاعتك بتكون required وneeded أكتر، يعني كل ما محتاج تبقى أشطر فيها، لإن أنت بتبدأ في أول مسيرتك في الحياة عامةً في الشغل تبقى شخص technical جدًا، شخص هو داخل عشان يعمل حاجة معيّنة. مع مرور السنين المسؤوليات التكنيكال اللي عليك بتزيد شوية بس خلاص أنت بتكون اتعودت عليها، لحد هتيجي عند نقطة معينة وهيكون دورك أنت مش تكتب حاجة بإيدك anymore خلاص، هو أنت بتlead الteam اللي بيكتب أو اللي بيشتغل، فخلاص أنت في الحالة دي أنت محتاج الsoft skills أكتر من الtechnical، بدليل إن أنت ممكن تلاقي project managers كبار في شركات هو مش software أو ما كانش عنده background software engineering بس هو بيlead الsoftware team عن طريق إن هو بس الexperience بتاعته تسمح له إن هو يفهم الحاجة دي ويتواصل مع الناس بالشكل الصح. ممتاز، جميل جدًا. طيب على ذكر الAI إزاي الشباب ممكن يستفيدوا من الAI tools أو موجة الAI بصفة عامة في إن هم يطوّروا ذاتهم؟ ومش شرط إجابة نموذجية، قُل لي اللي ييجي في بالك عادي. لأ، هو ما فيش إجابة نموذجية في الAI لأن الإجابة النموذجية حتى لو موجودة هي تنفع النهارده ما تنفعش بُكرة، لأن كل يوم الchange اللي بيحصل في الAIs dramatically يعني حاجة كبيرة أوي بتحصل كل يوم. صح. آآ، فهو الإجابة ببساطة إن الAI يقدر يساعدني في حاجات كتير حسب كل واحد واحتياجاته، بس الحاجة الأساسية اللي ممكن كل الناس هتبقى محتاجاها هي المذاكرة، فأنت الAI دلوقتي بيوفّر حاجة بسيطة جدًا إن أنت تقدر تعتبره private tutor هو مدرب مخصص ليك، أنت بتدّي له المادة العلمية اللي أنت عايزها، تقول له ذاكرها بكل الطرق الممكنة، اقرا كل الكتب اللي أنت اللي تقدر تقراها وتقدر تشتغل عليها، وهاسألك سؤال، أنا دلوقتي مش فاهم المعادلة دي، اشرحها لي، أنا مش فاهم الجراف ده، قُل لي معناه إيه، ده أبسط الصور فاهم، اللي هو بس بيشرح لك حاجة. حاجات تانية بقى في كل المشاريع اللي أنا باعملها، أي مشروع أنا أعمله أقدر أدخّل الAI as a main agent فيها. هنا برضه هارجع لنقطة تانية، إن الAI هي supporting tool. بتساعدني، ما ينفعش يبقى هي اللي بتعمل إيه، يعني ما ينفعش أنا أقول للAI أنا عندي project كده روح اعمله، ماشي هو ممكن يعمله عادي، بس أنت كده ما استفدتش حاجة. حلو أوي السؤال ده، هو أصلًا يعني ربنا أنعم علينا بنِعَم كتيرة أوي، بس هو أنا ليه باستخدم أو ليه باتعلم مثلًا أساسيات الprogramming زمان أوي، الأساسيات دي ممكن تتعلمها في لغة تانية، ليه أتعلم لغة مثلًا
ما حدش بيستخدمه دلوقتي، أو ليه أتعلّم حاجة زي الباينري مثلًا في الحاجات بتاعة الcoding، مع إن أنا ما باتكلمش باينري. هي الفكرة كلّها إن التعليم ده هو اللي بيخلّيك قادر تتعامل مع الtool بشكل كويس. وتعالَ أدّيك مثال بسيط، أنا دلوقتي ما عنديش أي background تمام، وخلّيت الAI يعمل لي website. هل الAI يقدر يعمل website؟ يقدر يعمله أحسن من أي يعني average designer كمان، تمام؟ جميل. بس في مشكلة دلوقتي، الwebsite ده فيه بعض المشاكل الtechnical، لو أنا مش فاهم الأساسيات، أنا مش هابقى فاهم المشكلة فين. يعني أنا دلوقتي في button عندي في كexample يعني في button عندي في الwebsite شكله غريب، بس أنا مش عارف أحدد هو إيه المشكلة. فأنا قُلت للAI في مشكلة في الزرار ده، هيقول لي في مشكلة أنا عدّلتها، وتيجي تبُص تلاقيه هو عمل حاجة تانية غير اللي أنت كنت عايزها. ولكن لو أنت عارف وعارف الأساسيات، أنا ما باقولكش إن أنت محترف، بس أنت عارف الأساسيات، تقول له خلّي بالك الbutton ده فيه مشكلة إن هو مثلًا لمّا بتيجي تكليك عليه بيعمل rotation غريبة، فهو ساعتها هيفهم ده الغلط هنا في function معيّنة أنا مستخدمها كexample. فالbasics اللي إحنا بنعملها هو إن أنا أخلّي الAI يعمل الحاجة اللي أنا عايزها، ويعدّل الحاجة اللي أنا عايزها، مش إن هو يgenerate it by his own mind. فدي نقطة أساسية. الجزء بقى بتاع إن أنا طب ما أنا ممكن أعمل AI وأخلّيه يبُص على الشغل بتاعي، فيبقى عارف أنا باعمل حاجة إزاي. حلو جدًا الagentic AI، إن أنا أخلّي في agent عارف كل حاجة، ده كويس. بس هارجع تاني وأقول لك إن الAI في الآخر هو بيlearn from practice، أو بيlearn from الdata اللي موجودة. فلو الحاجة اللي أنت عايز تعملها دي فيها جزء كبير من الinnovation مش موجود له reference، هو يبدأ يخرّف معاك شوية. هتلاحظوها حتى لو الناس بتsearch، إنه أنت لمّا تيجي تsearch على حاجة، هو ممكن في النُص يدّيك معلومة غلط وأنت مش واخد بالك. تمام، بتحصل كتير ليه؟ جدًا. لإن هو يعني هو ممكن يكون في مشكلة حصلت في الdata اللي موجودة، هو جاب reference غلط. هو في الآخر هو مش فاهم، هو الAI كل اللي هو بيعمله إن هو بيروح يجيب لك الreferences دي ويعدّلها ويطلّعها لك بالoutput اللي أنت عايزه، مش أكتر. هو مش بيخترع الذرة يعني. تمام، فهو بيشوف إيه اللي موجود ويقدر يدّي لك شبهه. فلو في حاجة فيها innovation وأنت مش فاهم الأساسيات بتاعتها، هو ممكن يدّي لك حل غلط تمامًا، وأنت تبقى فاكر إن أنت خلاص أنا كده خلّصت كل حاجة، ولكن على أرض الواقع أنت ما عملتش المطلوب. فهي دي فكرة الأساسيات، إن أنا أبقى فاهم بس الحاجة، وأخلّيه يساعدني عشان يطلّعها بالشكل اللي أنا عايزه، مش الشكل اللي هو عايزه. أوكي، خلّيني أقول لك إجابة عامة كمان. أنا بانصح باستخدام الAI في كل حاجة، تمام، بس إيه نوع الاستخدام اللي أنا باعمله؟ لإن في حالة المنح والapplications والكلام ده، هيبقى دايمًا في شرط كده مكتوب إن AI tool is prohibited أو ممنوعة، وإن في مثلًا AI plagiarism checker أو أيًا كان نوع الحاجة اللي هيعملوها يعني. تمام. طب هو أنا ممكن أستخدم الAI في إيه؟ المشكلة في الحاجات اللي زي كده هي إن أنا ما بابقاش فاهم هو أنا المفروض أكتب إيه أو أعمل إيه. ما هو الAI ممكن يساعدني إن هو يقول لي إيه الreference اللي أنا المفروض أمشي عليه، أو أكوّن الجُمل والحاجات الموجودة في الCV، أو الحاجات اللي موجودة في الrecommendation letter، أو الحاجات اللي موجودة في الpapers مثلًا اللي أنا هاقدّمها إزاي، وأخلّيه يعيد لي صياغة بعض الحاجات اللي أنا محتاجها. يعني أنا هاكتب الحاجة، يعني أنا أقول له والله دلوقتي أنا عايز أعمل recommendation letter لكذا، خلاص؟ تمام. ما أروحش أنا أقول له اعمل لي recommendation letter لكذا، ليه؟ لأن هو أولًا ممكن يfake data من عنده، تقول لي لأ أنا هادّي له الCV بتاعي عشان يطلّع الحاجة منه، خلاص هيبقى الموضوع باين أوي إن هو متاخد من الCV، وباين أوي إن هو AI. أبسط ما يمكن الAI ليه أسلوب في ترتيب الكلمات والجمل، وليه تكوينة معيّنة. التكوينة دي once إن هي موجودة، أنا عرفت إن ده AI مش بني آدم. plus الrecommendation letters والapps والحاجات دي كلّها هدفها إن أنت تقول لي أنت مناسب ليه. فلو أنت أصلًا مكسّل إن أنت تقول لي وهتجيب AI يقول هاقبلك وإحنا لازم نفهم الغرض من الحاجة دي. هارجع تاني وأقول لك إن أنا هاستخدمه، أستخدمه إن هو يقول لي الصياغة اللي أنا المفروض أمشي عليها، أستخدمه إن هو يقول لي أحسن أو الbest practices في الحاجة اللي زي كده إيه، عشان لمّا آجي أنا أكتبها أو لمّا آجي أنا أعملها، هاعملها بالطريقة بتاعتي وبأحسن شكل ممكن. بالضبط عامل زي إيه عشان برضه يبقى الexample واضح، إن أنا لو جِبت مُدرِّس عشان يذاكر لي حاجة معيّنة، تقول لي طب ما أنا ممكن أدخّل المُدرِّس الامتحان ويقفّل الامتحان، هاقول لك بس ده مش هينفع، ده مش legal. خلاص، لكن المُدرِّس ممكن يعمل إيه، ممكن يقول لي أنا أقفّل الامتحان إزاي، ممكن يقول لي أعمل إيه لمّا آجي أحِل عشان أجيب أعلى درجة ممكنة. فأنا المفروض أستخدم الAI بنفس الفكر ده، يmentor أو يteach me أو يtutor me الحاجات دي كلّها. تمام جدًا، جدًا. عايزين guide كروكي اهم، عن إزاي نخطط للأجازة. أوكي. وهو ده الأساس على فكرة، يعني إحنا كل الحاجات اللي إحنا بنقولها دي هي مجرد أسباب مش أكتر. برضه عشان الناس تبقى عارفة، هو الطبيعي إن الmethods دي بتُستكشف مش بتُخترع. يعني أنت بتروح تجرّب فبتلاقي إن الطريقة دي شغالة، فبتقول دي طريقة كويسة. لكن أنا ما باقعدش أحط الطريقة وأقول لك دي هتبقى كويسة وبعد كده أكتشف إن هي بتضرب، فاهمين قصدي؟
فدي نقطة مهمة يعني. فنرجع تاني، الطريقة الأساسية إن أنا أحُط الأهداف بتاعة الأجازة إن أنا هاجي في أول الأجازة أو دلوقتي بقى الناس already بدأت في الأجازة يعني، آجي الأول أحُط كل الأهداف اللي أنا باحلم بيها. حُط كل حاجة، كل حاجة في دماغك، كل الأفكار اللي جات في دماغك كده brainstorm أنا عايز أعمل إيه، عايز أوصل لإيه، بس خلّي بالك إن الأهداف دي كلّها مربوطة يعني أو الحاجات اللي عايز أحققها كلّها مربوطة بjourney واحدة، الهدف النهائي اللي أنا عايز أوصل له الكبير أوي ده، كل دي أجزاء منه، تمام، حطيت 500 هدف أيًا كان الرقم بقى، هابدأ إن أنا أصنّفهم، إيه الأهداف؟ أعتقد إحنا يعني أعتقد أنتم خدتوا الحاجات دي برضه أيام الكلية، في matrix كده اللي هي what is important وwhat is urgent، إيه المهم وإيه الضروري، فبيكون عبارة عن إيه بتاعة ايزنهاور ولا واحدة تانية؟ Eisenhower هي yes بتاعة Eisenhower. جميل. آآ وفي منها كذا version كمان أعتقد بأسامي مختلفة حسب كل واحدة بيغيّروا بس الparameter اللي موجود. فأنا عايز بس أتأكد إيه المهم وإيه الضروري، وهابدأ أصنّفهم بناءً على كده. طب في حاجات ضرورية بس مش مهمة، لو أنا أقدر لو الحاجات دي مثلًا مش في وسط دراسة، أقدر إن أنا أعملها في أي في وقت أساسي وباخلص منها أو أخلّي حد يعملها لي، حد يساعدني فيها يعني. ففي حاجات ضرورية جدًا ومهمة جدًا، دي هتبقى الأهداف اللي أنا عايز أركّز عليها دلوقتي. طب في حاجات مهمة بس مش ضرورية، خلاص دي أنا ممكن أأجّلها مثلًا الخطة بتاعة نُص السنة أو الخطط في حاجات مش ضرورية ومش مهمة بشكل عام، خلاص دي هاكنسلها أو يعني أحطها في الbucket list وارميها على جنب لحد ما أبقى فاضي إن أنا أرجع لها يعني. طيب إحنا هنركّز على إيه، الحاجات الضرورية والمهمة، أبدأ بقى أشوف الحاجات الضرورية والمهمة دي قد إيه، وأبدأ أشوف إيه منهم ما أقدر أgroup it أو أجمّعهم مع بعض. يعني مثلًا أنا عايز أذاكر حاجة معيّنة وآخُد تدريب في شركة معيّنة وأحسّن الsoft skills. طب ما أنا ال3 دول أقدر أميكسهم إن أنا هدفي إن أنا أروح آخُد تدريب في الشركة في المجال اللي أنا عايز آخُد الكورس ده فيه، فكده مذاكرتي وتدريبي بقوا مرتبطين وفي نفس الوقت أنا عايز أنمّي مهاراتي في الحتّة دي، فاشوف إزاي إن أنا أبدأ أتعامل جوّه الشركة إزاي عشان أبدأ أنمّي المهارات دي، فأنا كده باحاول أقلل الأهداف على قد ما أقدر، لإن أنا مش هابقى مبسوط لو عندي 500 هدف وأنا باحقق منهم 2 بس لمّا group هيقلّوا بشكل كبير، تمام؟ تمام. وأبدأ إن أنا أحطهم بsequence معيّن. الsequence ده هو الأولوية، إيه اللي ليه أولوية عن التاني دلوقتي، يعني إحنا حطينا أولوية عامة لكل الأهداف، دلوقتي بقى بنتكلم على الtime frame بقى، إيه اللي عايز أعمله في شهر 8 ل9 9 ل10 وهكذا، وهابدأ إن أنا هاسعى في أكتر من واحد منهم في نفس الوقت، عشان بس إيه ما ابدأش أنا عايز أتدرب في شركة X فأنا هاقدّم في شركة X واستنى، لأ عادي أقدّم فيها يبقى أنا كده سعيت في الهدف الأول، وأروح أسعى في الهدف التاني والتالت والرابع والخامس واللي ييجي لي الأول هو ده اللي هابدأ بيه، لإن هنا أنا ما ينفعش أبقى حاطط الأولويات الأهداف ومُعتمد عليها اعتماد كلّي إن أنا هامشي بنفس الترتيب، لإن كده لو حاجة وقعت منّي زي ما الناس بتوع الكهربا اللي هي الحاجات الparallel والseries ما ينفعش أبقى أنا واقف في الseries دي، لأ أنا عندي parallel goals بابدأ أخُش عليها واحدة ورا التانية كده، إيه اللي هييجي منها واللي هيفتح لي الطريق هابدأ أمشي فيه لحد ما الباقي ييجي لي فيهم الرَد بإذن الله. بس وonce إن أنا خلّصت don't forget to reward yourself أو تكافئ نفسك، اخرج بقى خروجة سافر سفرية، العب، اعمل أي حاجة أنتم عايزينها. أهم حاجة برضه دي مهمة don't forget to take a break لإن الbreaks مهمة جدًا عشان تشحن الناس دي قبل ما تبدأ الدراسة، وأنتم عارفين موسم الدراسة بقى. دي حقيقة فعلًا. عظيم جدًا. أنا باشكر حضرتك جدًا على وقتك، يعني إن شاء الله يكون كلامك فيه الفايدة للشباب يعني. مبسوط بالوقت ده وأتمنى إن كلامي ما يزعّلش الشباب بشكل كبير، أنا عارف الناس عايزة تريّح بس يعني إحنا في الوقت الأساسي السعي، يعني إحنا لو ما سعيناش دلوقتي واشتغلنا على قد ما نقدر بأقصى قدر ممكن، فهنسعى إمتى؟ يعني هو ده الوقت المناسب، وكل ده بيعوّض في الآخر إن شاء الله لمّا الناس تتخرّج وتشتغل، هتلاقيه بيreflect في شغلك وبيreflect في الحاجات اللي أنت بتعملها، هتبتدي تكتشف إن الحاجات اللي أنت عملتها في أيام الجامعة دي كتير في تكوين الشخصية اللي أنت هتبقى فيها بإذن الله بعد كده، وأتمنى لكم جميعًا التوفيق بإذن الله، وربنا ييسّر وتكون الأجازة سعيدة عليكم بإذن الله. شكرًا جدًا ليك يا باشمهندس، وشكرًا لحُسن استماعك.